اخبار رسميه قويه جدا لبيس 25 التحديث اللي هينزل بكره، وكروت مجانيه قويه وكارت بري مجانا. كل التفاصيل دي اقول لك عليها النهارده. قبل ما نبدا حط لايك وشارك في القناه وفعل زر الجرس، وعايز افكرك نعمل مسابقه على حساب مجاني لواحد متابعين اول ما نوصل 7000 مشترك في القناه. فدلوقتي اشترك بسرعه عشان نوصل 7000 مشترك ونسحب الفايز. طبعا دلوقتي في صيانه للعبه وهتقعد يوم كامل، والمفروض اللعبه تفتح بكره وينزل معاها التحديث الكبير اللي هينزل فيه حاجات جباره اللي احنا لسه مكتشفينها في البث المباشر. واول حاجه معانا هي الكارت اللي هناخده مجانا، هو كارت ميسي. طبعا زي اي تحديث للعبه بناخد ميسي، كارت ميسي مجانا، بس الكارت المره دي مش ببوستر واحد، الكارت ببوسترين وكارت مجانا للكل. والفكره هنا هو ان البوستر الاسود هو اللي نزل معانا في كارت ميسي النسخه ديت. البوستر الاسود هيعمل ايه؟ البوستر الاسود برضو لسه ما توضحش الكلام ده. على حد علمي ان هو هيتحط في اي كارت ايبك تقريبا من الكروت الايبك الجايه، هيتحط في اي كارت ايبك وهيبقى بوسترين، البوستر العادي للكارت الايبك والبوستر الاسود. يعني هيتحط في كروت عشوائيه. ايه بقى السبب او ايه ميزه البوستر ده لسه ما نعرفش، وهنعرف مع التحديث. تفتكر بقى كنا تسكت على الكلام ده؟ لا، خد لك كمان يا عم كارت البري مجانا، وبرضك بالبوستر الاسود والبوستر بتاع الايبك. كارت البري مجانا للكل، بس لازم تعمل مهام علشان تاخد الكارت ده. وممكن بقى المهام دي تكون مهام كوين، مهام جي بي، مهام اي حاجه، المهم تعمل اي مهام وخلاص وهتاخد الكارت ده. دي على حد المعلومات اللي وصلت. وبالكلام بقى على البوستر الاسود، برضو كارت ميسي اللي هينزل معانا في الباكج هو كارت نيمار، هيبقى برضو ببوستر اسود، يعني بوسترين، البوستر العادي للاعبين الايبك والبوستر الاسود. نيجي بقى الحاجه اللي بعد كده، هي الصوره دي تحديث المعلومات المسبقه للتحديث 2025. اول حاجه الجيم بلاي اللي هو طريقه اللعب. طبعا كلمتكم عن الجيم بلاي في فيديو سابق، سيب لك الرابط تحت في الوصف، مش روح شوفه. وبرضو هيحصل برضو تحديث على تطوير اللاعبين. الله اعلم بقى ممكن كنا تعمل ايه، تزود مثلا حاجات في التطوير، تقلل حاجات في التطوير، تخلي التطوير اسهل من كده. لسه ما نعرفش خالص، لسه كونامي ما ذكرتش اي حاجه عن الموضوع ده. برضك ميزات جديده اخرى لسه ممكن، مثلا اطوار جديده نلعب فيها، ميزات جديده في القائمه الرئيسيه. والحمله تنزل اي حمله جديده معانا طبعا مع بيس 25 المفروض تبقى حمله قويه، حمله لنسخه ميسي. وطبعا الحمله تبقى موجود معانا. طبعا هيبقى معانا كارت الميسي هديه، وهينزل معانا تحديث للمكافآت اليوميه اللي هو تسجيل الدخول تاخد عليه مكافآت. وطبعا بنسبه كبيره زي كل مره هيبقى تحديث للكوين، يعني باختصار بنسبه كبيره هيبقى معانا حمله للكوين، وبرده كان هناخد عليها كارت ميسي هديه. وهينزل معانا باكج لميسي وباكج نيمار ببوسترين. وطبعا مع تسجيل الدخول زي كل مره هناخد فتحه مجانيه على لاعبين هايلايت، او فتحات مجانيه على اللاعبين دمت، على لاعبين البايرن ولاعبين برشلونه. وممكن برضو كونامي تنزل معانا لاعبين على الانديه الشريكه، بس يكون لاعبين اكيد بنسبه كبيره هيكونوا بكوينز. كونامي ممكن تعملها عادي، طبعا دي توقع من عند اللاعبين. وبرضو اهم حاجه هتحصل في التحديث ده تغير كبير جدا في الجيم بلاي، واضافه الذكاء الاصطناعي للجيم بلاي، وهيبقى فيه تغير شكل كبير في الجيم بلاي مع وجود مود التلج والمطر. وهيحصل برضو تغيير في حركه اللاعبين، وهيبقى فيه موجود الحكام على خط التماس، حكام الرايه. وبرضك هيبقى موجودين المدربين بتاع الفرقتين، ودكة البدلاء، والحكم موجود في الملعب. وحاجات حلوه كده تحصل في الجيم. وبس دي كانت معانا اهم الحاجات اللي هتحصل مع التحديث. وبرضك حاجات كتيره حصلت في البث المباشر وقلتها لكم معانا في الفيديو، وحاجات رسميه ما تقلقش. كل الكلام قلت لك عليه من نسخ ميسي والبوسترين والبريد مجانا، الكلام ده كله مؤكد من اللعبه وموجود في البث المباشر لو انت حابب تتاكد من الكلام ده. وبس كده كان فيديو، تعمل لايك وشير الفيديو، حشر في القناه وفعل زر الجرس. اشوفكم فيديو جاي بصحه وسلامه. سلام.